الفيفا. الفيفا شتيو الرئيس ديال الفيفا انفانتينو كيطالب دابا بعقاب السنغال وعقاب الاتحاد السنغالي ديال كرة القدم، وجايين عقوبات على العنف ديال الجماهير ديالو غيتحاسبوا عليها. غيتحاسب على داكشي ديال الدراري الصغار، داك التبرهيش اللي دار الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من قال لك بسلامة غنمشيو بحالنا. هاد التبرهيش كله غتحاسب عليه المنتخب والاتحاد ديال السنغال. انما القضيه الاهم هنا هي مطالبه الكاف بسحب الكاس من السنغال. الكاس في التاريخ ديال الرياضه العالميه هادشي راه تيطرى ما كاينش اللي يقول لك اودي هادي راه خرافه ولا هذا. انا ماشي معاها، انا نقول لكم علاش. راه كاين بزاف اللي غادي يستغرب. انا ماشي مع سحب الكاف من الكاس من السنغال. المهم هادشي كيدار، المجال د الرياضه فيه محاكم، فيه عنده قرارات، عنده قانون ديالو. بالعكس معروفه في الرياضه كاينه شي حاجه سميتها نو كونتيست، يعني ملي كنجيو كنقول لك عرفتي شنو، حتى واحد فيكم ما ربح، راه خو داك الكاس ماشي غنحيدها لك انت ونعطيها للاخر، لا، غادي نقول لك حتى واحد ما ربح. غناخذ التعليق هذا، التعليق ديال عثمان. شكرا عثمان. انا غادي اي تعليق غنصورو غنقراه في النهايه. شكرا. فكاين كيقول لك اودي ارا ديك الجائزه، ارا ديك الميداليه رجعها، ما انت ربحتي ولا الاخر ربح. ياك كنشوفوها بزاف ديال دارت في البوكس، في الالعاب الاولمبيه، ملي كيكتشفوا مثلا المنشطات تيقول لك تعالى ارا رجع ديك الميداليه. شحال من الناس تسحبات منهم الالقاب، اخطاء، جرائم، الغش، القضيه ديال المنشطات. اذا هذا السيناريو ماشي مستبعد، خصوصا الى وقف عليه المغرب، خصوصا الى الجامعه الملكيه لكره القدم وقفات على هذا الموضوع ودارت البيضه في الطاس. حيت هادشي كيدار، ماشي زعما كاين اللي يقول لك لا مستحيل وهذا. نو نو نو، انا ماشي معاها. انا ماشي مع سحب الكاس من السنغال. انا نقول لكم اخواني خواتي بزاف ديال الحوايج خصنا نفهموها. غير والبارح بعدا، عفوا، مغاربه السنغال راهم دوزو ليله سوداء، ليله سوداء. مغاربه السنغال كاينين كثار الفيديوهات لعلكم شفتوهم في مواقع التواصل الاجتماعي ديال المغاربه ديال السنغال. كما قلت كانوا كيطلبوا تيدعيو ان المغرب يخسر. الطلبه ديالنا المغاربه في السنغال، الناس يعني سواء هو اللي كيخلص ولا عنده منحه، عندهم بوكس كيتقرا في السنغال، تعداو كلاو العصا، تعداو عليهم. لو كان السنغال ربحات كانوا من طبيعه الحال ربما غادي يصيفطوهم للاخره. هادشي على مستوى المجتمع. راه نشوفوه على مستوى الدوله. انا نقول لكم شنو يطرا دابا. لو الكاف يسحب الكاس من السنغال من هنا 50 10 سنين، العالم غادي تمحى من الصوره ديالو ان المغرب نظم احسن كان في التاريخ ديال لاكان. التاريخ ديال لاكان احسن كان هو هذه اللي نظمها المغرب. راه احيانا كنساو، كنذكروا بزاف القجع، لكن حتى الملك هو اللي مور هادشي. انا متاكد ان كل خطوه غتلقى القجع واخرون كانوا كيرجعوا للملك، واش نديروا هذه، شنو رايك، غتصور، اختار، نو، سيروا مع هذه، ما تمشيوش مع هذه. انا متاكد ان التوجيه من الفوق كان من طبيعه الحال ديال الملك، وهذه ما خصناش نساوها. حيت كنهضروا بزاف على القجع، ما خصناش نساو لو غران اركيتكت، المهندس الكبير في هادشي كله. مهندس هادشي اللي طرا في المغرب هاد 26 سنه الاخرى هو الملك، واضحه جميع المجالات الدبلوماسيه اللي بغيتي. اذن هنا لو طرا هاد القضيه، لو المغرب يضغط
حيت المغرب خصو يضغط، راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يديرها من غير المغرب. المغرب خصو يوقف البيضه في الطاس ويقول للكاف وثم الفيفا اودي ها شنو كاين، واجيو تشوفوا الكاميرات واجيو نهضروا ونشوفوا الكواليس الحقيقيه شنو طرا فيها ونطالب بسحب الكاس. انا كنقول المغرب ما خصوش يدير هذه وماشي في مصلحته. علاش؟ حيت من هنا 50 10 سنين العالم غادي ينسى شنو دار المغرب، وانه نظم احسن كاف في كوكب الارض، احسن كان في كوكب الارض، وغادي يمشيو مع السنغال. دارت السنغال، درتيو السنغال، سحبتيو الكاس من السنغال، السنغال غشات، السنغال دارت الكواليس، السنغال ضغطات، السنغال دارت بحال داك الدري الصغيور اللي كتحيت ليه الشوكولاته، بغيت الشوكولاته اما عطيه الشوكولاته ولا غادي يبكي. هادشي اللي دارت لينا السنغال. اذا بغينا حنا العالم يتفكر، منين يتفكر لاكان 2026 يتفكر انها احسن كان في التاريخ، وعقلوا عليها لدرجه ان المغرب رفع السقف وعلام اللي ستوندار المعايير، راه حتى دوله افريقيه ما غادا تنظم بحال هاد لاكان هادي. هادو غير يكونوا هانيين فيها. شكون اللي غتنظمها؟ شكون؟ عطيني شي سميه. شكون؟ كاينه شي دوله في الافريق فيها النور؟ شكون اللي غينظم لاكان حسن من هادي؟ شكون؟ ما كاين شيء. حنا بغينا اخواني خواتي، بغينا العالم وافريقيا وخصوصا هذاك العالم العربي، هذاك العالم العربي اللي ما عندوش في الحقيقه معانا، ونقولها بصراحه اللي كيتعامل معنا بعنصريه. انتم مغاربه، انتم مش عرب، انتم هذا وتا الافارقه، انتم ماشي افارقه، انتم كذا، انتم من جنس واحد اخر، ربما انتم جيتوا من اوروبا. فكيتعاملوا معنا بواحد كاين ميز عنصري ضدنا. ونرجعكم المقوله ديال عبد الله العروي: المغرب جزيره. المغرب حنا خصنا نتعاملوا على اساس اننا جزيره، لا نشبه المحيط ديالنا، ما عندنا حتى علاقه بالمحيط ديالنا. نعم كاين امتداد ثقافي ولغوي وعرقي وديني واللي بغيتي، انما كاين التميز. المغرب كاينه واحد البارتيكولاريتي، كاين المغرب متميز، كاينه كاينه فردانيه في المغرب، كاين انفراد. المغرب ينفرد بزاف ديال العناصر، وهذه الحقيقه ماشي كنقولوها بحال اللي كيجي يقول لك احنا الفرع، احنا بعبع، احنا ام الدنيا. نو نو نو، كنقولوها بحقائق، ماشي بديك الغطرسه ديال ام الدنيا. نو نو نو، كاين حقائق وكاين عناصر تثبت هذا الكلام اللي حنا كنقولوا. اذا اخواني خواتي، انا كنقول عرفنا شنو طرا. كاين واحد المثال كيقولوه القبيليه، كنت حافظه بالقبيليه. المهم قال له افافا، البدايه ديالو هي افافا يعني ابابا. قال له بابا راه ضربونا. قال له ولدي راه عرفونا. فهمتيني؟ راه بابا راه ضربونا. قال له ولدي راه عرفونا. يعني ديك الضربه اللي ضربتنا السنغال حنا راه عرفناها. بحال هذاك اللي قال له شمتك، قال له عرفتك، سير وخليني من ديك وبارك علينا من ديك ثمن هذا. على هذا التسيف، مال هذا التسيف عليه. والله على هذا المنظر عمرني ما شفتو في حياتي. انا واعر هادشي، انا واعر هادشي اللي كيطرا ليا في الاجهزه ديالي عجيب وغريب. منظر عمرني ما شفتوها. مشات الشاشه، انتم شوفوا اخواني خليني نشارك معكم. انتم شوفوا الشاشه كاين غير كومونتير. انتم هذا تسيف. تلبس ما عرفت مالو. خلي هذا السحر ديال السنغال. هذا شي ساحر سنغالي تسلط عليه. عمر انتم شوفوا. هو طار كاع. هو رجع صافي، هو دار عقله. والله ما دار عقله، هو عاوتاني مشى. عاوتاني مشى. المهم قلنا يا اخواني خواتي، حنا بغينا العالم يتفكر المغرب انه نظم احسن كان، وبغينا العالم يعرف ويعيق ويكون واعي بالغش اللي دارته السنغال والكولسه اللي دارتها السنغال والضغوط السياسيه والعرقيه اللي دارتها علينا السنغال، وباش هكا تاخذ الكاس. وحنا عرفنا الحمد لله ان المغرب هذه 50 عام هو كيتظلم، هو كيتظلم في لاكان هذه بعدا عرفناها وتاكدنا منها. المغرب ما كانش كيخسر لاكان حيت ما في يدوش، لا،
حيت كان يبتز في القضيه ديال الصحراء. هضرنا في هذا الموضوع. اذا كنظن ان كنقترح انا الا غنقترح شي فكره، هاد الصفحه هادي نطويوها، صفحه نطويوها صافي. عرفنا اشنو طرا، وحتى ان شاء الله الا في المستقبل طبعا ما غاديش نسمحوا بها، ولكن لكل حادث محدث. غنطويوها كطي صفحه، كطينا لصفحه الكتاب، ونمشيو لقدام. راه مازال كاين المونديال، وكاين 2026 وكاين 2030، وديك القحباحه اللي داروا الافارقه واللي داروا السنغال. طبعا راه كيديروا غير علينا، راه ما يقدوش يكونوا في المونديال ويقولوا نخرجوا غنمشيو بحالنا حنا تقل القلم. ما يقدوش يديروا ديك البساله. كون كانوا لاعبين في اوروبا، ولكن ما يقدوش يديروها ولا يجرؤون، ما يتجرؤوش يديروها. وانا اخواني خواتي بغيت ندير واحد النداء قبل ما ندوز للموضوع الثاني ديال شنو هو الطلب اللي وافق عليه الملك، وشنو القرار اللي خداه الملك البارح. ربما راه الكثير ما في خبارونش هذا الموضوع. اتصل بي واحد الاخ هذا الصباح وقال لي عافاك دوز هذا الميساج. سمعت الميساج ديالو مع شي 5 د الصباح، راه جاوبت واقيلا مع 5 د الصباح، يكون مازال كيشخر، مازال ما فاق الناس، قال حتى دابا راه مازال الناس. واحد الصديق عزيز. المهم، النداء الى الجيش الملكي، ماشي القوات المسلحه الملكيه، الفريق ديال الجيش الملكي ديالنا اللي غادي من هنا 4 ايام. شحال اليوم في الشهر؟ اليوم 20، يعني نهار السبت. غادي يمشي يلعب مع من؟ واحد الفريق ديال القبائل في الجزائر. وانا كنضم الصوت ديالي، الاصوات ديال المغاربه اللي كيحضروا من هذا الموضوع هذا. نعم، كنضم الصوت ديالي ليهم، كنقول الفريق ديالنا الجيش الملكي لي فار، الجيش يا الجيش ما تمشيش للجزائر. وطبعا الا ما مشيتيش انت راه ما غاديش يتبعك. علاش كناديو الجيش؟ كان لان المشجعين انا كنقول هنا عندي جوج ديال المستويات. الجيش ديالنا، الفريق المغربي ديالنا، فريق الجيش الملكي، ما يلبيش الدعوه وما يمشيش. هذا المستوى الاول. يعني عارف انا شنو كاين، حيت الناس اللي تكلموا طالبوا غير المشجعين. انا لا، غنبدا بالفريق هو الاول، حيت الفريق كاين ناس كيحماقوا عليه، كيحبوه، كيغامروا. اذا امنع الاسباب تبرح الامه. نحاولوا نطلبوا من الفريق ديالنا ما يمشيش، ياك؟ ما عرفت واش كاين عواقب من الكاف ولا شي حاجه، واش ما عندوش الحق ما يمشيش. هذه نفهموها. واخا سيدي، ندوزو دابا هذه الف، ندوزو للسيناريو باع. الا غيمشي الفريق ديالنا، الا ما يقدش ما يلبيش هاد الدعوه هذه، راه كتعرف الرياضه عندها قوانين، عندها ضوابط، ماشي غير اجي ويقول ما غاديش نجي. مزيان، الا ما يقدش ما يمشيش، يعني خصو يمشي. المشجعين المغاربه، خوتنا المغاربه، عندكم تمشيو تتبعوا الجيش. انا راه عارف كاين اللي كيحماق على الجيش، كتلقى اللي كيحماق على الرجاء، اللي كيحماق على الوداد، وهكذا. انا كنقول فريق الجيش الملكي، لا عفوا، المشجعين ومحبي والناس اللي كيحماقوا على الجيش، ما تتبعوش الجيش، ما تمشيوش تشجعوا. راه غيشدوكم، غيصيفطوكم للحبس ظلما وعدوانا. علاش؟ راكم عارفين المغرب شاد جزائريين داروا الهمج، بحال الهمج ديال السنغال. ماشي كلشي، الناس اللي داروا العنف هما الهمجيين، اللي ما دارش العنف راه هذاك راه خونا وحبيبنا، ما عندنا حتى مشكله. والشو المغاربه على من حكم بالحبس؟ حكم على ذاك البرهوش اللي بان، ياك؟ 3 شهور نافذه و5000 درهم غرامه. ومازال كاين هذوك اللي قطعوا العمله، وهذاك حتى هو اللي بان، والاخر اللي كيسب في الناس ديال مراكش، وكلهم عاجبهم الجنسيه الاجنبيه ديالهم، جايين كيفرضوا علينا العضلات. حسب لهم، راه كنسجل التعاليق وغادي نقراهم بعد، يحسب لهم غينفعهم الجنسيات اللي عندهم.
وراه ما غاداش تنفعك الجنسيه ديالك. راه المغرب راه دوله عندها سياده. المغرب راه ماشي جمهوريه الموز، حنا راه ماشي بانانا ريبابليك. هذا راه المغرب اجرك على الله. غادي كيولي اهم بلد في القاره الافريقيه. مره اخرى ماشي كنقولها بديك الطريقه احنا ام الدنيا، نو 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 نو، كنقول لك الحقيقه. المغرب غادي لقدام، هو رقم واحد في القاره الافريقيه. المغرب ولا انكونتورنابل، ما يمكنش تخدم بدون المغرب، ما يمكنش. في الافريق ما يمكنش تخدم بدون القاره الافريقيه. اذا النداء المغاربه، خوتي المغاربه، الله يخليكم، ما تمشيوش تتبعوا الفريق الجيش الملكي، راه غيشدوك وغيصيفطوك للحبس. المغرب دوله عادله، ما ظلماتش الجزائريين. الجرائم ديالهم بالصوت والصوره بالكاميرا، وداروها كيف تاخروا بها. هذاك حاشاكم اللي بان دارها وشد التليفون وقال له وخدام كيصور في داكشي ديالو، خدام كيصور في الافرازات ديالو، وقال لك لا راه هذاك عصير الليمون بسبب اللون الاصفر. اذا النداء ديال المغاربه، الله يرحم الوالدين، ما تمشيوش. انا عارف الجيش الملكي غيمشي تما، ما كاينش الجمهور، ايوا هذا ظروف اخرى. اللهم ما يمشيوش، ولا يمشيو يشجعوك الجيش ويتشدوا في الحبس. وربما كنظن هنا خص تدخل السلطات المغربيه وتمنع الناس في المطارات اللي غادي يمشي يردوه. انا عارف ما كاينش خطوط مباشره، راه باينه الا مشيتي لتونس معناتها راه غتمشي لتما، ولا نواكشوط معناتها راك باغي تمشي لتما. واخا نواكشوط تتخام القضيه غاليه وغاليه بزاف، ربما كازا باري الجي ربما ارخص. ولكني هاودني هاودني اتانسيون عندك وتمشيو، راه غيديروا الفديه. علاش؟ الجمهوريه الديكتاتوريه العسكريه في الجزائر مازال كتخدم بروح القراصنه. هادوك ناس كانوا قراصنه، كانوا كيشفروا. داكشي علاش سرقوا الاراضي، سرقوا الصحراء الشرقيه، بغاو يسرقوا الصحراء الغربيه، سرقوا الاراضي د مالي د النيجر، سرق 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 سرق. قراصنه. رئيس تبون وشنقريحه عقليه القرصان، عقليه القراصنه. راه غيختطفوا المغاربه وغيصنعوا لهم جرائم وغيلوحوهم في الحبس تما. وعقلوا عليها. راك شفتوا الجبروت اليوم شنو قال؟ شنو قال اليوم الجبروت؟ قال لك اودي دابا راه عندنا القضاء وعندنا ملفات وكذا وكذا وكذا. طلقوه. عطانا عاوتاني دابا عطاونا 90 ساعه. عقلتي وكانوا دايرين 72 ساعه. دابا تفوبروا علينا، دابا هما كرهما عطاونا 90 ساعه اخرى. قال لك طلقوه. خدامي كيهددوا في السلطات المغربيه وما عندهم والو. راه هضرت في هذا الموضوع. اخواني اخواتي، انتم كنشكركم على المتابعه. الى الفيديو القادم ان شاء الله. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.